السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشني احلى جمهور في الدنيا. شكرا على كل انسان بيشترك لي، على كل انسان بينور القناة بتاعتي، لان قناتي ما بتكبرش الا بيكم. ويلا نخش على الجامد ده. نفسنا بقى الجو حر وعايزين حاجة ساقعة كده ترطب علينا كده وتدينا طاقة وباور، لان الواحد خلاص بقى كسلان وحاسس اللي هو ايه، المود بتاعه ما بقاش حلو. تمام، يلا بينا نخش على العاشورة. او يعني هي مش شرط تتعمل في ميعادها، يعني هي اسمها عاشورة. تمام، بس عايزه اقول لكم طعمها حكايه جدا. بصوا كريمي كده وعايزه اقول لك مع المانجا في اوانها كده حاجه عظمه. قبل اي شيء تنزلي تشتركي وتفعلي الجرس وتقولي لي انت من انهي بلد، علشان يوصلك كل جديد. ونورتوني ونورتوا القناه بتاعتي. يلا بينا على عاشورة الجميلة ديت، نخش على المقادير بتاعتها سلسة وجميلة جدا. نمشي مع بعض بالخطوات. تمام، ربع كيلو عاشورة. طب انا ما عنديش ربع يا هبة، عندي كيس مثلا معرفش ده قد ايه. طب كوباية عاشورة، بس دي كوباية كبيرة شوية. تمام، اللي هي الشوب. الكوباية دي بنضيف عليها 4 كوبايات بالظبط مية في السليق بتاعتها. ليه يا هبه بنضيف 4 كوبايات؟ دي احنا كده العاشوره مش هتبان. بصي فعلا مش باينه قصادي كيف الميه، بس عايزه اقولك هتتضاعف وهتكتر. والميه دي كلها مش هتلاقيها، لانها تشربها زي ما انت شايفه كده وهتتحول زي حاجه تقيله معاكي. عامه العاشوره بتتعمل بطريقتين، ببليله وعاشورة اللي هي بالكوبايات. يعني عايزة تخليها بليلة، يبقى هي كده فقط لا غير. لازم بصي القمحية استوت معاكي اهي واتفتحت نصين زي ما انت شايفة. ما اتفتحتش القمحية اعرفي ان العاشورة بتاعتك لسه ما استوتش، او القمح بتاعك لسه ما استويش. نزود عليه كوباية مية سخنة. العاشورة لو ما استوتش والقمحية اتفتحت معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده، نزود كوباية مية سخنة تاني يا جماعة. ما نحطش مية ساقعة عشان القمحة مش هتستوي، بالعكس هتنشف معاكي، تبقى زي المحصولة كده، زي ما تكون بتقرشي حاجة بتوجع بقك. تمام، بعد كده بننزل عليها باللبن. والله عندك لبن مغلي كان بيها، ما عندكيش اللبن مغلي وعايزه تحطيه كده هوت، لسه جايباه مثلا من عند الراجل وعايزه تصبيه على طول، ماشي حلو، بس بيبقى جميل جدا باللبن البلدي. تمام، يبقى كوبايه العاشوره بتضاعف معاكي، بتبقى كوبايتين لما بتستوي او كوبايتين ونص. لازم نحط لها ساعتها بقى من كيلو ونص لبن ل2 كيلو لبن. عايزه تقللي الحجم وتاخدي شويه عاشوره من اللي انت عاملاه ده وتحوليها بليلة، ماشي، خدي وقللي في اللبن بتاعك. يعني دي حرية الاختيار بتاعتك، بس لازم تبقى شايفاها زي ما انت شايفة كده. تبقى العاشورة او القمح بتاعك مش باين في اللبن قوي، يعني لا باين ولا مش باين. تمام، وننزل ببقية كمية اللبن كلها في الحلة. بعد كده هوت هنصب السكر. هنحط السكر معدل قد ايه بقى؟ لا، السكر دي بقى حرية الاختيار بتاعك. الاول نحط كوباية سكر صغيرة ونقلبها. والله حباها مسكرة كان بيها، مش حباها مسكرة. بس انا ما بحبهاش مسكرة قوي. ليه؟ لان انتي هتحطي بلح وهتحطي مانجا وفواكه وكده، فهتبقى غنية اساسا وعشان تحسي بالطعم نفسه فيها، يعني كل حاجة تحسي ان انتي ايه في بقك كده، انت عايش حاجة كده جامدة. فاهمه انتي؟ انا طبعا حطيت السكر وهديها تقليبه حلوه ونرفعها على النار ونسيبه لما يغلي. انا ما حطيتش لا فانيليا ولا اي حاجه. ليه؟ عشان ما ضيعش طعم الفواكه اللي انا هحطها. لو انا مش هحط فواكه يا جماعه ولا هحط بلح، بحط فانيليا عشان تديني طعم. تمام، طالما مفيش فواكه قلنا هنحط فانيليا. في فواكه وبلح ومش عارفه ايه، طب ليه نضيع طعم الحاجات ديت؟ فما نحطش الفانيليا، نستغنى عنها. طبعا انا مش عايزاها تبقى تقيله، انت فاهمه يعني ايه، عايزاها تبقى جوسي كده زي ما انت شفتيني في اول فيديو انا باكلها. يعني دي لسه كده كمان ما اتحطتش في التلاجة، انا سبتها لما بردت عشان احط الفواكه بتاعتها وحاجاتها. تخيلي لما تحطي في التلاجة بقى فهتجمد سنه كمان معاكي. فللتر اللبن هنحط معلقتين نشا كبار، مش معلقتين نشا اللي هو احنا المعلقه اللي بناكل بيها الرز. تمام، هنحط معلقتين فقط لغير على نص كوبايه ميه، مش هنحط ميه كتير.
تمام كده، ونقلبهم حلو لحد ما ندوب النشا. وبعد كده لما تغلي معاكي وتستوي واللبن يعمل زي وش كده، احنا هنبرد اللبن شوية. ليه هنبرد اللبن شوية يا هبة؟ علشان اللبن لما بيكون سخن قوي وبننزل عليه بالنشا بيخرز. يعني ايه بيخرز؟ يعني تلاقي فيه حبيبات بيضة كده في قلب اللبن متكتلة، دي النشا، مش حاجة وحشة، لا دي النشا. فاحنا بنستنى لما نبرد شوية وتشوفي اللبن زي ما انا وريتهولك كده ليه وش، نقوم نازلين بالنشا برضو بيبقى دافي، ونفضل نقلب نقلب علشان زي ما قلتلك ما يخرصش منك، او النشا ما ينفعلش معاها، لان الحاجة لما بتكون سخنة قوي النشا ما بينفعلش معاها. تمام كده، ونرجع تاني نحطه على نار واطية او هادية. طبعا عندنا بلح بقى، عندنا مكسرات، اللي انتي حابة تحطيه حطيه، بس انا بحب احطي، انا عندي بلح فايض من رمضان. تمام، هنا اهو بعد ما اتعمل معاكي، وهديكي علامة كده على المغرفة اني مش محتاجة نشا ومش محتاجة حاجة تاني. العلامة دي بتدل ان حق النشا بتاعك بقى كويس اهي. شايفة العلامة دي؟ لازم انت تعمليها. ما ضمتش معاكي تاني وما سيلتش، اعرفي النشا بتاعك مظبوط وكل حاجة عندك مظبوطة. طبعا البلح، لو البلحة كبيرة هتقطعيه حتت صغنونة طبعا، عشان لو في اطفال في ضيف ما تبقاش شكلها وحشة يعني المعلقة وهو بياكلها. تمام، زي ما انت شايفة كده البلحة الكبيرة مقطعاها، البلحة الصغيرة مش هقطعها للأسف، يعني هقطع فيها ايه تاني يعني. والله عايزة تحطي على الوش البلح براحتك، عايزة تحطيه من تحت برضو دي حرية الشخصية ليكي، بس انا عشان هعمل ميكس او هعمل طبقات، يعني طبقة بلح تحت شكلها شيك، العاشورة في النص، المانجا على الوش طبعا في اوانها، اي فاكهة في اوانها هرشيها عليها على الوش كده بتدي شكل جميل وطعم. عايزة اقولك والله واحنا بناكلها كده تحس ان في نغم في بقك كده. فخار يعني هتبقى شكل طعم حلو برضو في الفخار بيدي طعم تاني يا جماعة في اي حلويات او اي اكل. الفخار ليه طعم جميل جدا، وانا كذا فيديو ليكو بقول لكم انا بعشق الفخار، بحبه بجد، يعني بيدي طعم وتست للاكل عالي جدا 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 فوق متخيله، ان كان في حلويات، ان كان في طبيخ، ان كان في اي طواجن. تمام كده، فانا طبعا رصيت البلح تلقائي تحت عايزه تحطيه من فوق زي ما قلت لك دي حريه شخصيه ليكي. تمام كده، وريتك الكوبايات ووريتك الفخار. هنصب طبعا الصب التقليدي العادي بتاعنا، بس في نقط مهمه جدا جدا انا عايزه اقولك، يعني هيفوتك كتير فعلا لو ما عملتيش الطبق ده. عايزه اقولك سهل بسيط، مش هيتعبك، في قيمه غذائيه جامده جدا جدا، حاجة فعلا جامدة جدا فعلا يا جماعة، يعني لازم تعملوها وتجربوها، واللي جربها يا ريت يعني يقولي. تمام. تاني حاجة، الحاجة وهي سخنة يا جماعة، البلح تقدري تحطي عليه الحاجة سخنة، المكسرات تقدري تحطي عليها الحاجة سخنة، لكن الفواكه استحالة. يعني انا ما حطيتش المانجا والعاشورة سخنة، لا، انا بسيبها لما تهدى خالص وتبرد نهائي، ما يبقاش فيها نسبة حرارة حتى. يعني حتى لو هترجعيها في التلاجة وترجعي تحطي المانجا، عشان المانجا ما تستويش معنى اصح. تمام، بعد كده تقطعي الفاكهه اللي انت حابه تحطيها، حطي مانجا، هي كانت طعمها حلو بالمانجا الصراحه يعني قوي. عايزه تحطي زبيب، مكسرات، اللي تبغيه زي الدول ما بتقولك حطيه، اللي بتحبيه او يجي على هواكي زي هنا في مصر تحطيه، فده شيء يرجع لك انتي في الاخر. تمام، وعايزه اقولك بجد بجد يعني فوائدها حلوه جدا لبيتك، لاسرتك، لضيف يجيلك على سهوه، هتقدمه له بشكل جميل جدا زي ما انت شفتي في اول فيديو. يعني بصي هنا انا وريتك اهو، ما بردت حتى عملت زي وش كده، الوش ده بيدل ان هي خلاص بردت. تمام، بصي البلح نفسه طلع فوق. وبالصحة والهنا على قلبكم، واستنوا مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.